ديربي شمال افريقيا دايما له طعم تاني، وخصوصا لما يجمع بين المغرب ومصر. النهارده هنغوص في تفاصيل قمة من العيار الثقيل بين أسود المستقبل أشبال الأطلس والفراعنة الصغار منتخب مصر في بطولة اتحاد شمال افريقيا تحت 17 سنة. صدقوني مباراة كان فيها كل حاجة، حماس، أهداف ودراما للآخر. يلا بينا نشوف ازاي اتكتبت قصة الانتصار المغربي المثير ده. وقبل ما ندخل في أي تفاصيل خلونا نبدأ من الآخر. دي النتيجة اللي خلص عليها الماتش 2-1، فوز غالي جدا لأشبال الأطلس حطهم على قمة المجموعة. بس السؤال، إزاي وصلنا للنتيجة دي؟ القصة مليانة تقلبات ولحظات تحبس الأنفاس. الفوز ده يا جماعة مش مجرد 3 نقط وخلاص، لا، ده كان تأكيد على الهيمنة. ده الفوز الثالث على التوالي للمنتخب المغربي في البطولة اللي بتتلعب في ليبيا. يعني بعد ما عدوا من تونس والجزائر دخلوا ماتش مصر بمعنويات في السماء، وعشان يثبتوا إنهم الفريق الأقوى في البطولة لحد دلوقتي. الماتش بدأ نار من أول دقيقة، والمغرب واضح إنهم نازلين بهدف واحد، الضغط العالي وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفراعنة. بس في المقابل منتخب مصر كان واقف على رجليه كويس قوي، منظم دفاعيا وبيحاول يمتص الحماس المغربي ويلعب على المرتدات السريعة. بصراحة الشوط الأول كان مفتوح على كل الاحتمالات. وهنا في الدقيقة 24 بتيجي اللحظة اللي كسرت حالة التعادل، والفضل يرجع للاسم ده، رامي لقماني، المهاجم اللي عرف يكون في المكان الصح في الوقت الصح. وجول! أخيراً الشباك اتهزت، الضغط المغربي المتواصل جاب نتيجته، هجمة جماعية منظمة، وفي النهاية رامي لقماني بيترجم السيطرة دي لهدف مستحق، هدف ولع الماتش وادى أشبال الأطلس التقدم اللي كانوا بيدوروا عليه. طيب هل منتخب مصر استسلم؟ أبداً. الرد المصري كان سينمائي. شوفوا الوصف ده، تسديدة قوية جدا من دانيال تامر، الكورة بتخبط في العارضة، يا الله، لحظة الكل حبس فيها أنفاسه. بس القصة لسه ما انتهتش. وفي توقيت قاتل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بس، والتعادل للفراعنة. المدافع علاء عادل كان صاحي قوي، وكان أسرع واحد للكورة اللي رجعت من العارضة وحطها في الشبكة عشان يرجع الماتش لنقطة الصفر. هدف غير كل حاجة وخلى الشوط الثاني حكاية لوحده. ومع بداية الشوط الثاني التوتر زاد، واللعب بقى بحذر أكبر من الفريقين. المغرب بيحاول يرجع للتقدم تاني، ومصر بتدافع بشكل منظم وبتلعب على المرتدات الخطيرة. الدقايق بتعدي والماتش شكله رايح للتعادل، بس زي ما احنا عارفين الكرة دايما ليها رأي تاني في الدقايق الأخيرة. ومع اقتراب النهاية دخلنا في الدقيقة 84، وهنا جت اللحظة اللي خطفت كل الأنظار. البطل الثاني للقصة دي عدنان الباجوفي، اللي سجل اسمه في أهم لحظة في الماتش. وهدف الفوز القاتل، يا له من هدف! لمسة فنية بسيطة من عدنان الباجوفي غيرت اتجاه الكرة، خدعت الحارس وسكنت الشباك. هدف من ذهب حسم المباراة وأدى أشبال الأطلس أغلى 3 نقط. الفوز الغالي ده معناه أكبر من مجرد 3 نقط، ده كان إعلان رسمي عن صدارة المغرب للمجموعة وبالعلامة الكاملة كمان. تعالوا كده نبص على شكل الترتيب وإزاي النتيجة دي أثرت على المنافسة. 9 نقط بالظبط كده، 9 نقط كاملة من 3 ماتشات. بداية مثالية للمنتخب المغربي، حطتهم في الصدارة لوحدهم وبكل جدارة واستحقاق، وخلتهم المرشح الأبرز للقب. بصوا على الجدول ده، المغرب بيغرد في الصدارة لوحده ب9 نقط، وراهم بقى في معركة حقيقية بين مصر والجزائر وتونس، كل واحد عنده 3 نقط. أما منتخب ليبيا فلسه بيدور على أول نقطة ليه. الصدارة المغربية واضحة وصريحة. يبقى لو هنلخص السيناريو المثير ده، المغرب بدأ بالتسجيل، مصر رجعت بقوة قبل الاستراحة، وفي الدقايق الأخيرة أشبال الأطلس خطفوا الفوز. وقبل ما الماتش يخلص كان في طرد لمنتخب مصر عشان يكمل الدراما. مباراة متكاملة الأركان بصراحة. طيب مهم نفهم إن البطولة دي مش مجرد لقب إقليمي وخلاص، لا، الانتصارات دي والأداء ده له معنى أعمق بكتير، لأن هو اللي بيرسم الطريق لحلم أكبر بكتير للشباب دول. البطولة دي هي البوابة الرسمية والمباشرة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين. يعني كل فوز، كل نقطة بتقرب المنتخبات دي خطوة من تمثيل قارتهم في أهم بطولة في سنهم، وعشان كده كل ماتش وكل جول ليه قيمة مضاعفة. وبالأداء القوي ده والعلامة الكاملة دي، السؤال بيطرح نفسه، هل أشبال الأطلس هيقدروا يكملوا على نفس المستوى ويفوزوا باللقب؟ والأهم من كده، هل هيحجزوا مكانهم في نهايات كأس الأمم الإفريقية؟ المستقبل شكله واعد جدا، والأيام الجاية هي اللي هتقول لنا الإجابة.